طبعا قبل أي حاجة يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي. بيبدأ فيلمنا مع طفل صغير وبيبقى مستخبي من أبوه، وبعديها بتطلع أمه بتحاول تزعق لجوزها فبيمسكها ويضربها، ونشوف بقى إن الطفل دوت وبالمناسبة بيبقى هو ده فيري، بيبقى معاه مسدس وبيطلع يهدد أبوه وبيقول له سيب أمي. بعد كده أبوه بيروح له وبيقول له ما تهددش حد بحاجة أنت مش قدها، وبياخد منه المسدس وبيضرب نار في الهواء. بعد كده بقى المشهد بيتنقل بينا في امستردام مع فيري وهو واخد عربيته ورايح لبيت برينيك، وبنعرف هنا ان برينيك ده غني جدا وبيبقى تاجر مخدرات كبير، وان فيري هو دراعه اليمين، وفيري بيعتبره في مهام ابوه، وان فيري ممكن يعمل اي حاجه لبرينيك لانه هو اللي احتواه من وهو صغير وما كانش ليه اي لازمه. وبنتنقل لفيري هو وبرينيك رايحين لمطعم شاورما، والمطعم ده بيبقى بتاع ابن برينيك، وفيلم الداري بقى بنشوفهم بيجهزوا المخدرات في المطعم ده، وبيدخلوا المكتب وبيقعد فيري يتكلم مع ابن برينك عن المخدرات. فجأة بقى هم قاعدين بيتفرجوا على الماتش بيهجم عليهم 3 أشخاص بيبقوا حاطين أقنعة، بيبقوا عايزين الفلوس وبيفتحوا الخزنة وبيلموا الفلوس. في وقت بقى ما برينك بيحاول يجيب السلاح من تحت الترابيزة ابنه بيمنعه، وواحد من المقنعين دول بيضربه بالنار. المقنعين دول بياخدوا شنط الفلوس وبيجروا، وفيري بياخد السلاح وبيجري وراهم لكن ما بيلحقهمش، وبيدخل بياخد برينك وابنه بسرعة للمستشفى وبيدخلوا له عمليات. بعد كده بقى فيري هو وبرينك بيقعدوا يتكلموا، وفيري بيقول له ان دي غلطتي اني ما كنتش واخد بالي، فبرينك هنا بيقول له مش غلطتك ولا حاجه، هم كانوا عارفين واجهتنا وانهم اختاروا الوقت المناسب، وان دي مش صدفه، وان دول الجنوبيين، وعايزك تروح هناك وتعرف مين اللي عمل ده وتخلص عليه. ونشوف كده فيري وهو متضايق لانه هو اصلا من الجنوب ومش حابب يروح هناك. المهم بقى بنشوف فيري وهو قاعد في عربيته وبيتفرج على تسجيل الكاميرات، وبيشوف شخص كده بيبقى باين انه يعرفه. بعديها بقى بياخد عربيته وبيتجه للجنوب، وبنشوفه وصل عند بيت اخته، بيبقى واقف بيتكلم مع جوز اخته جون، وبنعرف من كلامهم ان جون صاحبه جدا وانهم كانوا مع بعض شغالين مع برينك، لكنه اعتزل من ساعه ما اتجوز كلوديا اخت فيري. وبيدخل جون وفيري وبيتكلموا مع اخته، واخته هنا بتساله انت جاي ليه وانك ما بتجيش غير لمصلحتك. بنشوف هنا ان بينهم مشاكل وبيقعدوا يتخانقوا مع بعض لغايه ما اخته بيجي لها تشنجات، وجون هنا بيجي وبيخرجه بره وهو بيفضل معاها. بعدها جون بيخرج وبيروح يقعد مع فيري في العربيه، وفيري بيساله عن اللي بيحصل فبيرد عليه وبيقول له ان هي عندها ورم في المخ وان الدكاتره عجزت ان هي تشيله. ونشوف فيري وهو متاثر جدا، وجون بيساله عن سبب زيارته فبيقول له على اللي حصل، وبيوري له صوره الشخص اللي هو شافه في تسجيل الكاميرات. وفعلا جون بيتعرف عليه بيقول له ان دوت جايسون وانه عايش في مخيم زوندا في بلجيكا. وفعلا فيري بيروح للمخيم وبيسال الناس هناك عن مكان محدش بيبقى عارفه لغايه ما بيوصل لراجل كبير في السن، والراجل ده بيوصف له مكان الشاليه بتاعه. وبنشوف فيري وصل للشاليه وبيدخل من الشباك وبيقعد يتفقد في المكان لكن ما بيلاقيش حد. في اللحظه دي بنشوف ان في واحده دخلت الشاليه، وفيري استخبى بسرعه لكن البت دي اكلت القطه اللي موجوده هناك ومشيت على طول. بس عايزك بقى تركز معايا كده على البنت دي لان وراها قصه في الاحداث الجايه. المهم بيخرج فيري وبيروح يأجر شاليه هناك قريب من شاليه جايسون، وبيتصل ببرينك علشان يطمن على ابنه، وبيقول له انه قدر يوصل لمكان واحد فيهم وانه مستنيه يرجع البيت، وان كل ده كان بمساعده جون، وبيقفل معاه وبنشوفه قاعد بيراقب البيت لكن صاحبنا ما بيجيش. فيري بيخرج كده وبيتفقد المخيم، وفجأة بيشوف إن في شخص بيتهجم على البت اللي دخلت الشاليه بتاع جايسون، فبيروح وبيضربه وبيقعد يتعرف عليها. نعرف إن اسمها دانييلا، وفيري بيقول لها إن شفتك في المخيم في شاليه وعليه علم أمريكي، فبتقول له إن ده شاليه جارها وإن هي بتروح تنضفه. بس في النهاية يعني ما بيوصلش بأي معلومة منها، وبيرجع للمخيم وبيفضل قاعد في الشاليه وبيراقب شاليه جايسون لكن برضه ما بيظهرش. صاحبنا فيري بيقرر انه ينام. تاني يوم الصبح بقى بيروح فيري بيت جايسون وبيكسر كل حاجه فيه، وبعدها بيروح لدانييلا بيقول لها ان سمعت دوشه في بيت جارنا والباب مفتوح وان دي شكلها عمليه سطو. دانييلا هنا بتروح معاه لبيت جايسون، وفيري بيقول لها اتصلي بيه وخليه يجي يشوف فيه ايه، وبتتصل بيه وبتقول على اللي حصل وبيقول لها انه هيجي بسرعه. بعدها بقى بنشوف جايسون جاي وبيبقى فيري مراقبه، واول ما جايسون بيركب عربيته فيري بيركب جنبه بيبقى موجه السلاح ناحيته وبيقول له اتحرك، وبيتحركوا بالعربيه ناحيه جبل. وفيري بيساله عرفتوا مكاننا منين، فبيرد جايسون عليه وبيقول له ان احنا اتاجرنا وان صاحبي هو اللي رتب كل حاجه وانا ما اعرفش مين ده. وفيري بيساله مين صاحبك لكن ما بيردش عليه. فيري هنا بينزله من العربيه، فيري بينزل وراه لكن ما بيلاقوش، وبيكون جايسون نط من على منحدر الجبل وفيري بينط وراه وبيقع عليه وبيكسر رجل جايسون، وبيحاول يستجوبه لكن جايسون ما بيعترفش فبيقتله وبياخد تليفونه وبيشوف رساله من واحد اسمه ديفي، وبيعرف من هنا ان ده صاحبه. بعدها بيرجع للمخيم وبيقابل دانييلا وبتاخده تطهر الجروح اللي في وشه. بعدها بقى بيخرج وبيكلم برينك وبيقول له اني خلصت على جايسون وعارف ازاي هوصل للتاني، وبيساله عن ماتس وبرينك بيقول له انه في غيبوبه حاليا. بعدها بيوصل لبيت اخته بيحاول يعتذر لها لكنه بيبوظ كل حاجه تاني لما بيسالها عن جون، وبتزعق معاه وبتقول له انك مش جاي عشان تعتذر وانك جاي علشان مصلحتك. وبيزعقوا مع بعض وبيخرج من البيت وبيقابل جون وبيديله رقم ديفي وبيقول له انه عايز يعرف مكانه، وبعدها بيمشي وبيبقى راجع للمخيم لكن بنلاحظ ان الكوك بتاع صاحبنا خلص، وبيروح لدانييلا وبيسالها يعني انه عايز يجيب مخدرات، فبتديله برشامه
اكستاسي، فبياخدها. بالليل بقى بنشوف هما بيتكلموا ان مفعول البرشامه دي اشتغلت، وبيقعد يحكي لها عن قصه حياته، وبيقضوا وقت حلو مع بعض. تاني يوم الصبح بقى صاحبنا ده بياخد كلبة دانييلا لان دانييلا تعبانه، وبيخرجها بره البيت شويه. في الوقت ده بيجي له مكالمه تليفون من جون جوز اخته، وبيقول له انه قدر يوصل لعنوان ديفي، وبيبعتوا له في رساله. بعدها بقى بيرجع الكلبه لدانييلا، وبيبان عليهم انهم كانوا مبسوطين بليله امبارح. بعدها بيخرج وبيوصل للعنوان، وبيكسر الباب عليه، وبيفضلوا يضربوا في بعض لغايه ما فيري بيقدر يوقعه على الارض ويكتفه، وبيسأله شغال لحساب مين. هنا فيري بيتصدم جدا من ردة فعله، وبيقول له ان شغال لحساب ماتيس، وانه كان مزنوق في فلوس، وابوه برينك مرضاش يقف جنبه فأجرنا. فبيقول له اني خفت لما شفت المسدس وضربت عليه نار بالغلط. فيري بيسأله مين التالت اللي كان معاكم، فبيقول له ان اسمه لاريس فان ماركن. بعد كده فيري بيخلص عليه هو كمان. بعدها بقى بنشوف برينك بيتصل بيه، بيقول له ان ماتيس مات، وبيسأله وصلت للتاني، فبيقول له اه خلصت عليه. بيعرفوا انه عرف التالت، فبرينك بيقول له عذبه قبل ما تخلص عليه، وبيقفل السكه. وطبعا ما قالوش ان ابنك اللي مات ده هو اللي عمل كل ده. المهم فيري بيرجع لبيت دانييلا وبيقعد معاها، ونشوف بقى في وقت هم قاعدين قعده رومانسيه مع بعض، لان بيبان عليه انه حبها. بيدخل اخوها وبيبقى جايب لها حاجات، وبيتعرفوا على بعض. لكن فيري بيتصدم كده لما بيعرف ان اسمه لاريس، وبعدين بيلاحظ ان في جواب على الترابيزه فان ماركن، وبيعرف بكده ان هو ده التالت. وبعد كده دانييلا بتقول لاخوها ان فيري جاي من امستردام علشان يزور اخته، ولاريس هنا بيشك انه تبع برينك، او مش بيشك، هو بيتاكد. بعد كده بيسيبهم وبيمشي، وفيري بيخرج بحجه انه نسى محفظته في بيت اخته، وبيخرج ورا لاريس لغايه ما بيوصلوا الغابه. ولاريس هنا بيضربه بعصايه في ظهره، وقدر يوقع فيري وياخد منه سلاحه. بعدها لاريس بيعتذر له على اللي حصل لصاحبه، وانه ما كانش يعرف ان كل ده هيحصل، وان كان السواق مش اكتر. بعدها فيري بيقدر ياخد منه السلاح، وبيدخل بيه نص الغابه. بعدها بيضرب النار عليه وبيمشي، وبيلم حاجته كلها من الشاليه، وبيركب عربيته علشان يمشي. وبيخرج وبيقابل دانييلا، وبيعملها وحش كده وبيمشي. بيبقى متضايق جدا من اللي حصل. بعد كده بقى بيرجع لامستردام لبيت برينك، بيبقى فرحان برجوعه، وبيدخلوا المكتب ويشوف كده في الجورنان صوره لقتل اول واحد، وبيساله برينك انت اللي عملتها، فبيقول له اه ان ده الاول، وقريب هيظهر البقيه. بيقول له ان لاريس كان عايش في المخيم، واني قتلته في الغابه اللي هناك. وبيساله برينك عرفت مين اللي بلغ عننا، لكن فيري بيسكت وبيقول له لا، وانهم كانوا بيراقبوا عمليه التوصيل. بعد كده برينك بيشكره وبيمشي. بعد كده بقى بنشوف فيري بيرجع لبيته وبيتصل باخته، وبيعتذر لها على كل حاجه حصلت منه. وبنشوف ان نفسيته وحشه جدا، وانه متاثر بوداع دانييلا، وانه اتعلق بيها، وبيقعد يشرب. لكن في اللحظه دي بيفتكر اللي حصل مع لاريس، وبنشوف انه ما قتلهوش ولا حاجه، وانه ضرب نار في الهواء. وبيقول له انك لازم تختفي، وان رئيسي ما يعرفش حاجه، لان لو عرف هيحرق المكان باللي فيه. بعد شهرين بقى من الاحداث دي بنشوف فيري وهو نايم، وبيجي له مكالمة تليفون، وبيرد وبيعرف ان في ميعاد ما بينهم مع المغاربة. وفيري بيقوم وبيروح يقابل برينك وريكو، وبرينك بيقول له ان ريكو عمل الاتفاقية بشكل كويس. ورينك بيقول له انت فيك ايه، يا اما متأخر يا اما متعصب يا اما سكران على طول. وبيقول له خد اجازة وعيد تركيزك لانك مش نافعني. فبيرد عليه فيري بيقول له ان كل حاجة هتبقى تمام، وبيسأل فيري التسليم هيكون امتى. فريكو بيقول له ان التسليم هيكون الساعة 5. بعد كده بقى بنشوف فيري بيبقى قاعد عند بحيرة على جسر، لكنه بيتفاجئ بوجود دانييلا. ودانييلا بتشوفه وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبيعتذر لها على اللي حصل في المخيم. في اللحظة دي بيجي ريكو وبيتعرفوا على بعض، وريكو بيسألها اتعرفت عليه ازاي، وبتقول له ان عرفت فيري في المخيم. بعد كده فيري بيقول له يلا نمشي، وبتقول له ان قاعدة في فندق باركلين، وهتلاقي الحجز باسم فان ماركن. طبعا ريكو هنا بيتفاجئ وبيشك في الامر، وبياخدوا بعضهم وبيمشوا، وبيروحوا يستلموا بضاعة مخدرات من المغاربة. في وقت بقى ما فيري بيساعدهم في تحميلها، ريكو بيكون بيكلم برينك وبيقول له على اللي حصل، وفيري بيلاحظ ده. بعدها بقى بيروح لبرينك، وفيري بيشوف ان برينك مجمع رجاله، وبرينك بيقول له ما تقلقش، وبيساله انت قتلت لاريس ولا لا، وان جثته لحد دلوقتي لسه ما ظهرتش، وانا عايز اطمن ريكو لانه شاكك فيك، وان انا واثق فيك جدا. فبيرد عليه فيري بيقول له اني قتلته في وسط الغابه، ومن الممكن محدش لغايه دلوقتي لقى جثته لان الغابه كبيره جدا. بعد كده برينك بيساله ومين دانييلا، فبيقول له ان دي واحده قابلتها في المخيم وما كنتش اعرف ان هي اخته. وبرينك بيقول له انا عايز اعرف اللي حصل للاريس. ففيري بيقول له ان ماتيس هو اللي دبر السرقه، وانه كان غاضب منك علشان ما ساعدتوش في الخروج من ورطته. وبرينك ما بيصدقوش. فيري بيقول له اني قتلت اتنين والتالت عفيت عنه لانه كان مجرد سواق. بعد كده برينك بيقول له خلص عليه وكل حاجه هتتحل، لكن فيري بيرفض، وبرينك بيهدده بدانييلا. وفيري بيقف قصاده، ورجاله برينك بيخنقوه بكيس. وفي وقت ما هم بيضربوه بيبعتوا واحد للفندق علشان يخلص على دانييلا، لكن فيري قدر يفك نفسه وبيخلص عليهم. وبنشوف كده ان برينك طلع يجري، وفيري طلع يجري وراه وبيخلص عليه هو كمان. بعد كده بياخد عربيه وبيحاول يلحق بالراجل اللي رايح لدانييلا، وبالفعل قدر يلحقه وبيضرب عليه نار في الاشاره. تاني يوم الصبح بقى بيروح الفندق لدانييلا وبياخدها وبيروح بيها لاخته. ولغايه هنا بيكون خلص فيلمنا، وده الجزء الاول. ولو حبيتوا الفيلم وحابين نعمل ملخص الجزء التاني اكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.